هلو هلو يا حلوين، صباح الفل والورد عليكم. عاملين ايه؟ معلش بقى، متأسف جدا على التأخير. كان في وعكة صحية كده بسيطة والحمد لله بقيت كويسة. النهاردة قلت اعمل معاكم حواوشي اسكندراني. مش عارفة عارفينه ولا لأ. الحواوشي الاسكندراني ده اللي هو بيبقى في العجين، مش بيبقى في العيش. يعني بنعمل العجين وبعدين نحط جواه الحشوة، سواء لحمة مفرومة او فراخ او ايا كان. بيبقى جوه عجين، مش بيبقى جوه العيش زي الحواوشي اللي هو القاهري. يعني الحواوشي الاسكندراني بيبقى محطوط جوه عجينة. انا بصراحة كنت عامله بالفراخ. الولاد عندي محبوش اللحمة قوي، فكان عندي فراخ مسلوقة من امبارح محدش كان راضي ياكلها، ففصصتها وقطعت بصل وفلفل اهو زي ما انتوا شايفين. حطيتها معلقتين 3 زيت كده، وهشوح البصل والفلفل دول مع بعض كويس قوي لحد ما يتبلوا، وبعدين احط عليهم الفراخ. دي اعادة تدوير للاكل اللي عندنا. لو عندنا اكل مثلا متبقي من عزومة من اي حاجة، او لو مثلا اتبقى مننا اكل في الغدا ومحدش حابب ان هو ياكله، نحاول نغير شكله ونحطه في الغدا بطريقة تانية مختلفة يحبوها ان شاء الله تبقى لذيذة. تمام. انا شوحت اهو الفراخ الفلفل والبصل مع بعض، ودلوقتي اهو في عندي عجينة انا عجنتها معاكم في لايف. خشوا شوفوا العجينة ازاي، اسهل عجينة ممكن تعملوها، تحفة وناجحة جدا. بصوا ما شاء الله نافشة ازاي. حطيتها بس في الطبق وغطيتها بستريتش وسبتها تعيش حياتها. بجد العجينة سهلة جدا جدا، ومن غير بقى مكونات كتير ولا بيض ولا لبن ولا اي تفاصيل. يعني عجينة زي بتاعة الشارع بالظبط. مسحت بس الطبق اللي هستخدمه كده بمعلقتين زيت، وبعد كده هبدأ اسحب من العجينة. بصوا ما شاء الله خمرانة ازاي، الجو حر طبعا. يعني سبتها ساعتين بس وكانت خمرت. يعني اي حاجة ممكن تخمر في الحر ده. فهحط منها قطعة كده بسيطة وابدأ افردها بايدي على الطبق كويس. بعملها طبقة متوسطة، يعني لا رفيعة قوي 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 ولا تخينة قوي قوي قوي، متبقاش تخينة في الاكل وتبقى مش لذيذة، ورفيعة قوي برضه عشان ما تتقطعش مني وتضايقني. اوكي. بحاول افردها شوية كده اهو، واسويها، واحط جواها الحشوة اللي انا عملتها. اوكي. انا عملت الحشوة دي عبارة عن ايه؟ بصل، فلفل رومي، وفراخ كانت باقية من عندي فصصتها وحطيتها على الفراخ على البصل والفلفل. هوريها لكم دلوقتي. ورشيت عليها شوية ملح وتوابل فلفل اسود. بقت معايا كأنها شاورمة فراخ. اوكي. الولاد هياكلوها والبيت كله هيتبسط بيها من غير ما يحسوا ان هي ايه، كانت الفراخ بتاعت امبارح. يعني خدعة بسيطة كده. بس هحط بقى ال الحشوة بتاعتي. انا هخبز كذا واحدة، يعني هفرد كذا واحدة من العجينة، وهسيبها 3 ثواني كده بس تتقل. يعني يعني مش تتقل، يعني زي ما بتسيب البيتزا كده تخمر في الصينية ثواني كده، تحس انها نفشت وايه وتخنت. حبايبي لو في وصفات معينة انتوا عايزين اعملها لكم او اشرحها لكم او كده، اكتبولي في الكومنتس مثلا بتحبوا اكلات ايه او كده. في حد من المتابعين بتوعنا الجمال كان طالب عصاير للصيف فريش وكده. عملت لكم عصير حلو قوي. ان شاء الله باذن الله هنزله لكم بكره باذن الله. اهو بصوا حطيت الفراخ وقلبت. انا لسه ما حطيتهاش. ده البصل والفلفل بس. اهو الفراخ اهي فصصتها بس كده، وهحطها على البصل وعلى الطماطم. اهي كانت فراخ مسلوقة عادي. عندكم فراخ مش مسلوقة، او بانيه مثلا، او صدور، او شيش طاووق، اي حاجة، او مثلا اوراق مخلية، او اي حاجة نية مش مستوية اصلا، تمام عادي. قطعوها برضو مكعبات او قطعوها سلايزز رفيعة كده وحطوها برضو على الخضار. تمام مفيش مشكلة. يعني كده اوكي وكده اوكي. يعني لو مثلا عندكم حاجة قديمة عايزين تدوروها اوكي، ولو عندكم ما عندكوش وهتستخدموا ني تمام برضو، يعني تنفع في الناحيتين مفيش مشكلة. هنزود بس عليهم التوابل. بصوا بقى لما سبت العجينة في الطبق، بصوا ثواني بس كده اهي. بصوا عليت ازاي خدت راحتها. هسيب بقى الحاجة يعني ايه تاخد وتدي كده مع بعض.
رشيت بس شوية توابل زودتها 7 بهارات عادية جدا اللي احنا بنستخدمها مع اللحوم. ممكن تحطوا برضو مرقة فراخ، اي حاجة حابة تحبوها بقى زيادة، رشة زعتر بتحبوها اوكي، حبة سماق اوكي برضو تبقى تحفة. تمام. معلش ابني الزغنطة يحب يحط ايده كده وياخد حاجة من الاكل وانا ما بحبش كده. اهو بصوا، هعمل برضو واحدة معاكم. انا دول عجنتهم وحطيت فيهم الحشوة، حطيتهم على الزيت على طول لان هما كانوا خلاص عايزين يتغدوا. بصوا خدت معلقة اهو حطيتها، وهبدأ اقفل على العجين. يعني حطيت الحشوة اهو في النص، تمام، في نص العجينة، يعني ناحية فيها ناحية ما فيهاش. هقفلها على بعض زي الساندوتش اهي، وبعد كده هقفل من كل النواحي اهو. تمام، هقفل كويس جدا وباخدها على الزيت. بس بحط 3 معالق زيت في الطاسة وانزل بيها تتحمر يمين وشمال، شكرا، بقى معايا احلى حواوشي في الدنيا. بصوا شكله ايه، خطير خطير خطير. وينفع في المصايف، وينفع في الصيف الحر ده لو مثلا مش عايزين ناكل طبيخ. تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم جدا. بصوا حتى لو واحدة اتقطعت مننا مش مشكلة، يعني برضو لما تحطيها هتقفل عادي اهو. بصوا ما شاء الله، تحفة. بصوا طالع شكله ازاي جولد وخطير. انا مش قادرة اقولكوا طعمه تحفة. وعايزة اقولكوا ان العجينة من جوه مش نية خالص، عشان ما تحسوش انها هي نية او هتبقى مثلا من جوه مش مستوية او الكلام ده. لا خالص، مش نية نهائي. يعني انا هوريكم ان شاء الله، هفتح لكم واحدة واوريكم من جوه ان هي مستوية تماما. يعني احنا مش عاملين العجينة تخينة عشان بتبقى من جوه مش مستوية، احنا عاملينها وسط. اعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها بقى. فكرة بقى شوية عجينة حطيتها بيتزا برضو اهو، عملت بيها بيتزا، خدت معايا صينيتين بيتزا حلو جدا. ممكن تدوروها في اي حاجة، ممكن تحطوها في كيس بلاستيك او تحطوها في رول مثلا وتحطها في الفريزر، تستخدموها في اي وقت تاني. حواوشي تحفة وسريع. بصوا من جوه ما شاء الله، بصوا من جوه العجينة مستوية ازاي اهو. انا بس حبيت افتحها اوريها لكم. بصوا الحواوشي من جوه ما شاء الله تحفة ومستوي جدا جدا اهو. مش نية العجينة، مش نية ولا اي حاجة، اهي مستوية ما شاء الله. جربوه وقولولي. الف هنا.